أهلا وسهلا بحضراتكم. تخيل معايا إنك بتزرع بذرة، لو رويتها في أول يوم شمت الشمس كفاية هتكبر بسرعة وتطرح أسرع من أي بذرة تانية. نفس الفكرة بالظبط مع أولادنا اللي عندهم تأخر أو احتياجات خاصة، بس الفرق هنا إننا مش بنتعامل مع زراعة، إحنا بنتعامل مع بني آدم، ولو ضاع منه وقت ممكن يضيع منه فرص كتير في الحياة. واسمح لي هنا أسألك سؤال، تفتكر يعني إيه تدخل مبكر؟ يعني ألحق ابني من بدري ولا أوديه جلسات وخلاص ومن غير ما أكون عارف إيه اللي ابني محتاجه وإيه اللي بيتقدم له؟ لا يا فندم، التدخل المبكر مش مجرد جلسة تخاطب أو تنمية مهارات ولا حتى تمارين ورياضة. التدخل المبكر هو رحلة إنقاذ حقيقي لطفل ممكن يتأخر في كل حاجة لو ما اتحركناش صح وفي الوقت المناسب. واللي يمكن ناس كتير مش واخدة بالها منه إن في تخصصات دقيقة لكل فئة أو نوع تأخر، ولازم كل تخصص يشتغل مع التاني ويكملوا بعض زي الفريق الواحد بالظبط. تعالوا نشوف مع بعض مفهومنا عن رحلة التدخل المبكر وأهميتها في لقائنا النهاردة. خليكم معانا. أولاً، إيه هو التدخل المبكر؟ ببساطة التدخل المبكر هو مجموعة خدمات تأهيلية بنقدمها للأطفال من عمر يوم لحد عمر 5 سنين، وبنقدمها للأطفال اللي عندهم تأخر في النمو أو في شك إن عندهم أي نوع من الاضطرابات النمائية زي التوحد مثلا، أو عندهم إعاقات ذهنية أو تأخر لغوي أو صعوبات تعلم أو حتى مشكلات سلوكية. ثانيا، ليه التدخل المبكر مهم جدا؟ 1، لأن أول 5 سنين في حياة الطفل اسمهم السنين الذهبية، فيهم مخ الطفل بيكون في أعلى درجات المرونة والدماغ بتتشكل أسرع من أي وقت تاني في حياته. 2، الدراسات بتقول إن التدخل قبل سن 3 سنين ممكن يقلل أعراض بعض الاضطرابات النمائية أو الإعاقات بنسبة تصل ل 30 أو 40%، ويزود فرص الطفل في دخول المدرسة ودمجه. 3، كمان لما بنبدأ بدري بنقلل الضغوط على الأسرة والمجتمع ونقلل التكلفة المادية والعاطفية على المدى الطويل. ثالثا، مين هم الفئات اللي بيستفيدوا من التدخل المبكر؟ الأطفال اللي عندهم تأخر لغوي أو مشاكل في النطق، والأطفال اللي عندهم اضطرابات نمائية زي التوحد أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مثلا، الأطفال اللي عندهم تأخر عقلي أو إعاقات ذهنية، والأطفال اللي عندهم متلازمات زي متلازمة داون أو برادر ويلي، والأطفال اللي عندهم تأخر حركي أو مشاكل في العضلات، كمان الأطفال اللي عندهم مشاكل سلوكية والأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم نمائية. رابعا، إيه هي التخصصات والمجالات اللي لازم تتقدم في مرحلة التدخل المبكر؟ أي طفل في مرحلة التدخل المبكر بيحتاج تكامل بين العديد من التخصصات والخدمات، ودي ممكن تكون كالآتي: جلسات تنمية المهارات المعرفية ومهارات التعلم، جلسات تنمية اللغة والتواصل اللي هي بنسميها التخاطب، جلسات التربية النفس حركية سايكوموتور، جلسات إدارة السلوك والتدخل السلوكي اللي في إطار ال ABA، جلسات التدريب على مهارات رعاية الذات، جلسات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وجلسات الدعم الأسري وإرشاد أولياء الأمور. خامساً، إيه اللي ممكن يحصل لو اتأخرنا في التدخل؟ ممكن الأعراض تسوء وتبقى أصعب في العلاج، يعني الطفل بيفقد الفرصة الذهبية للتعلم. الطفل ممكن يتأخر أكتر في الكلام أو المشي أو اللعب أو التفاعل الاجتماعي، وهنا الأهل بيتعرضوا لضغط نفسي كبير بسبب عدم الفهم أو التأخر في التشخيص، والأسرة بتدخل في دايرة إحباط وتأنيب ضمير وتأخر في اتخاذ القرار، ومشاكل سلوكية ممكن تتضخم وتتحول لصعوبات أكبر في المدرسة، وفرص الدمج في المدرسة بتقل ويتم تصنيف الطفل بشكل خاطئ. الطفل نفسه ممكن يتعرض لمشاعر إحباط أو انعزال. التكلفة العلاجية بتزيد كل ما الوقت بيعدي. سادساً، إيه النصايح المهمة اللي ممكن نوجهها للأخصائيين؟ اسمع للأم كويس لأنها أول حد بيلاحظ التغيير. اشتغل بخطة واضحة ومكتوبة وقيم التقدم أول بأول. حاول تخلي الجلسة ممتعة وتفاعلية مش مجرد تدريب جاف ومن طرف واحد. دايما اشتغل ضمن فريق متعدد وخد بالك كل التخصصات اللي حواليك بتعمل ايه علشان تكملوا بعض. ما تعتمدش على تقييم واحد للطفل، الطفل محتاج تقييم شامل من 3 أو 4 جهات على الأقل. راجع الخطة بتاعتك كل 3 شهور على الأقل حسب استجابة كل طفل. اشتغل دايما مع الأسرة، ما تشتغلش لوحدك.
ودرب الأسرة كأنها شريك في الجلسات مش متفرج، عشان هي اللي هتساعدك على تعميم المهارات بعد كده. سابعا، ايه النصايح اللي ممكن نوجهها لأولياء الأمور؟ ما تستناش حد يقولك ابنك هيتكلم لوحده أو ده طبيعي. لو في أي قلق روح لمختص واعمل لابنك تقييم شامل. شارك في الجلسات وتعلم الطرق اللي بتطبق مع ابنك عشان تشتغل بيها في البيت. تقبل ابنك وادعمه، هو محتاجك أكتر من أي حد تاني. ما تستهونش بأي ملاحظة صغيرة على سلوك ابنك أو تأخره. خليك مبادر مش منتظر إن حد يطمنك. وافتكر دايما إن التدخل المبكر مش رفاهية، ده حق أساسي لأي طفل عنده تحدي نمائي أو تأخر، وكل يوم بنأخر فيه التدخل بنخسر فيه فرص التطور. وخلينا دايما عندنا يقين إن كل طفل مهما كانت حالته أو ظروفه عنده فرصة، ومحتاج بس حد يشوفه صح. لو انت اول مرة تعرف عن ايه هو التدخل المبكر وليه التدخل المبكر مهم جدا ومين هم الفئات اللي بيستفيدوا من التدخل المبكر وهي التخصصات والمجالات اللي لازم تتقدم في مرحلة التدخل المبكر وايه اللي ممكن يحصل لو اتأخرنا فيها، شارك الفيديو ده فورا وساهم في ان اخصائيين واولياء امور اكتر يستفيدوا. ولو حاسس ان في طفل في حياتك ممكن يكون عانى من مشكلات في التدخل المبكر، تواصل معانا سواء على صفحاتنا او ارقامنا، احنا نقدر نساعدك ونقدم لك خدمه متخصصه وندلك على الصح اينما يكون. اكتبوا لنا في الكومنتات لو عندكم اي اسئله او تجارب، هنعمل فيديوهات مخصصه للرد عليها. وختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجه مجهودكم نجاح مع اولادكم. سعيد ان كنت معاكم النهارده واشوفكم دايما على خير. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحناوي.